أزمة عالمية خلقها 50,000 مغربي دخلوا إلى سبتة المحتلة حفاة عراة، لا ليحرروا المدينة المحتلة منذ 4 قرون، بل ليفروا جماعيا من بلادهم. ولو تمكن الآخرون الذين لم يلقوا بأنفسهم إلى البحر لكنا إزاء مئات الآلاف ممن عبروا إلى أراضي الاحتلال الإسباني، أطفال ومراهقين، نساء ورجال من كل الأعمار. حتى الرضع شاركوا في مسيرة 2026 للنزوح الجماعي نحو إسبانيا، رافعين شعار بيبا إسبانيا، تحيا إسبانيا. لم يحملوا شيئا من بلادهم، من البلاد التي ولدوا فيها، سوى اليأس والرغبة في الانعتاق من حياة لم تعد تطاق في بلادهم. بسرعة انتشرت آلاف الصور والفيديوهات والتعليقات والآراء والآهات والمشاهد المؤلمة في العالم للشعب يفر بجلده من بلاد رئيس حكومتها اسمه الملياردير عزيز أخنوش. لم يمتلك الجرأة ليخرج على المغاربة ليقنعهم بدفتر إنجازاته، ولا ليتواصل مع رؤساء حكومات أوروبا الخائفين اليوم من الغزو الإسلامي لبلاد المسيحيين. لم أجد في كل الحلقات الكثيرة التي أنجزتها من هذا البرنامج صعوبة في الحديث والتحليل والتعليق على حدث كما أجده اليوم وأنا جالس أمام الكاميرا في موضوع يفيض الدراما ويفيض بالأحاسيس والمشاعر والإحساس بالإهانة لصور مواطنين تجوب العالم في دولة لا تعيش لا حرب أهلية ولا مجاعة جماعية ولا كارثة بيئية ولا نكبة، ومع ذلك يرفع كل هؤلاء شعار أيها الشباب على آخر من سيغادر البلاد أن يطفئ الأنوار خلفه. ماذا جرى؟ ولماذا الآن؟ وما هي خلفيات هذه الأزمة الجديدة بين حكومة اليسار الإسباني وحكومة المملكة المغربية؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة التي ستتبعها حلقات أخرى. مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومؤلمة من بودكاست كلام في السياسة. في 3 أيام خلقت أزمة إقليمية ودولية. 3 أيام فقط عشنا مشاهد مرعبة وصور مؤلمة وفيديوهات تكسر القلب والخاطر وتشعل كل مغربي بالخجل مما وصلنا إليه. تحمل رضيعها بين يديها وترحل إلى إسبانيا ليكبر ابنها في بلاد الآخرين. امرأة خرجت بالبيجامة مباشرة من المطبخ إلى البحر إلى سبتة المحتلة. شباب تركوا كل شيء خلفهم وحملوا أملا واحدا هو العيش في جنة أوروبا. شاب يحمل أمه العجوز فوق ظهره ويعبر بها المتوسط إلى بلاد الأندلس وكأنه طارق بن زياد. فيبا أو بيبا إسبانيا مراهق يصرخ بأعلى صوته: لا ترجعوني إلى المغرب. إطلاق النار في القنيطرة لوقف سيل البشر، مواجهات مع الشرطة لأناس كفروا بكل شيء ولم يعودوا يؤمنون سوى بالانتقال إلى أوروبا. أعمال عنف، رشق بالحجارة بعد انتهاء سياسة الحدود المفتوحة وإرجاع الشباب إلى رشدهم. إلى الآن رجعوا 37,000 منهم كما تقول وزارة الداخلية الإسبانية، لكن الحصيلة ثقيلة: 18 القتيل وعشرات المفقودين وأزمة دولية وحسابات معقدة، والقصة مفتوحة على تطورات أخرى. إليكم هذه المشاهد المعبرة قبل أن ننتقل للأخبار المهمة لتحليل خلفيات الأزمة، أزمة يوليوز الجديدة بين إسبانيا وأوروبا من جهة والمغرب من جهة أخرى. تأملوا هذه الصور.